السلام عليكم. هنعمل بسكوت بطريقه سهله قوي. بسكوت كله، بسكوت النشادر كله في مصر تقريبا المكونات واحده، بس يعني ايه الطرق مختلفه شويه، انما في الاخر الطعم كله حلو. مفيش بسكوت بيطلع مش حلو، كله بيبقى طعمه حلو، انما ده برضو طعمه احلى. المكونات بتاعته انا هعمل كيلو ونص. انا هديكم مقدار الكيس القمح ومقدار المكنه، اللي هيعمله بالمكنه واللي هيعمله بالقمح. اللي يعمله بالقمع نفس المكونات دي، بس هتحطي كيلو الا ربع دقيق. انا هعمله بالقمع انا هعمله بالمكنه بحط كيلو ونص دقيق. كيلو ونص الدقيق بياخد كيلو الا ربع زبده او سمنه اللي موجود، توزنيهم. انا مش وزناهم، انا معايا رطلين او اللي هم دول كده، هاخد منهم معلقه صغيره عشان يبقوا كيلو الا ربع. ويبقى السمنه او الزبده ايا كانت، سمنه او زبده مش هتفرق. بصوا طريه، انا مطلعاها من التلاجة من الصبح عشان يبقى سهله. باخد منها معلقه بس كده كده، يبقى معايا كيلو الا ربع. ده كده كيلو الا ربع سمنه او زبده، نفس الكيلو الا ربع برضه. كيلو الا ربع عليهم كيلو ونص دقيق كده تمام. عليهم 3 مج سكر، 3 مج اللي هو المج 200 مللي، يعني بالظبط نص كيلو ومعلقتين سكر ناعم، و5 بيض، كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر. ده كيس برتقان اللي هو تانك، يعني معلقه. لو انت عندك برطمان خدي معلقه، بيدي طعم ولون وريحه حلوه. معلقه صغيره نشادر. هنمشي واحده واحده بقى كده، هقوله تاني عشان اللي عايز يكتب ورايا. كيلو الا ربع زبده او سمنه، كيلو ونص دقيق، ولو هتعمليه بالقمع عايزاه يبقى طري شويه يبقى الدقيق كيلو واحد بس. انا ممكن اكون لخبطت في الاول، انما لو هتعمليه بالقمع يبقى كيلو واحد بس دقيق. بالمكنه كيلو ونص. نص كيلو سكر زائد معلقتين، 5 بيض، كيس فانيليا، كيس بيكنج باودر، معلقه عصير برتقان اللي هو تانك، مش عصير، اللي هو معلقه برتقان تانك اللي هو الباودر، معلقه صغيره نشادر. تمام كده. انا كده جهزت الحاجه. قبل ما ابدا لازم تكوني مجهزه الصواني بتاعتك، او البسكوت ده بنخلصه بنقطع على طول، ومعانا حبه زيت وفرشه او حته قماشه نظيفه كده، يا دوب الصواني بنمسحها مسحه خفيفه كده قبل ما نقطع البسكوت في كل واحده، يعني في كل، يعني بعد ما نسوي ونطلع نمسحها تاني بالزيت. هنبدا بقى. اللي عنده مضرب يضرب السمنه او الزبده، ما عندكيش عادي بالشوكه اشتغلي فيها زي لما تبقى كريمي. وعشان تسهلي الامور انا هضرب البيض مع السكر في الخلاط. هناخد ال5 بيض على الخلاط على طول، بس تكوني مطلعاه من التلاجة قبلها يعني بساعه كده. زي الزبده برضو تطلعيها من التلاجة قبلها بشويه تبقى طريه عشان تبقى تعرفي تضربيها سهل ما تغلفكيش. كده 5. هحط عليه الفانيليا، كيس فانيليا، وكيس البرتقال ده بيدي نفس النتيجه بتاع الفانيليا برضو، بس انا برضو يعني ايه زي التاكيد بنحط فانيليا. البرتقال ده يديله طعم حلو ولونه حلو وريحه حلوه. هحط بقى نص كيلو السكر، او ممكن ما احطوش كل النص كيلو في الخلاط عشان ممكن ما يتضربش، لان انا ما بزودش لا ميه ولا لبن، هو كده بس. ممكن ابقى احجز النص كيلو زائد معلقتين على جنب، واحط حبه قيمه ما اضرب في الخلاط، والباقي احطه على الزبده عادي، لان هو سكر ناعم مش محتاج ان انا اضربه ولا حاجه. هضرب الكلام ده في الخلاط وارجع له. انا ضربت الزبده شويه كده بالشوكه على قد ما تقدري يعني، واحط عليها بقى ده النص كيلو سكر زائد معلقتين و5 بيض وكيس فانيليا وكيس ومعلقه عصير برتقال. انت لما بتيجي تعملي بتضربي المكونات دي، السمنه والزبده قصدي والحاجات دي، بتحسي ان هي يعني لو ما عندكيش مضرب بصي تلاقي ايه باينه، يعني تحسي ان هي ما اندمجتش كويس. مجرد ما هنحط معلقه النشادر الصغيره بتتفاعل مع الزبده وبتخليها كلها ناعمه، مش محتاجه ضرب ولا اي حاجه. بس انا برضو ايه هلمها كده مع بعضيها وبعدين احط النشادر.
سهله قوي يا جماعه، الطريقه دي حلوه قوي، بسم الله ما شاء الله لا قوه الا بالله، بتدي نتيجه حلوه قوي. مش كده؟ كده. هو النشادر بتحط لكل البسكوت؟ لا مش كل البسكوت، وفي بسكوت ممكن نعمل البسكوت ده من غير نشادر خالص. في بسكوت اسمه بسكوت الزبده، احط معلقه صغيره، اقعد اقلب. طب لو حطينا اكتر ايه اللي يحصل؟ ما انا حاطه بيكنج باودر، مش محتاج، هيتنفش قوي وهو المقدار كده. مش هاخد تسالي اسئله غريبه. ما هو علشان المشاهدين يبقوا عارفين. اصل في بيكنج باودر مش محتاجه كتير. شوفوا النشادر خليتها عامله ازاي، سايله ازاي. الكيلو ونص دقيقه اهو. انت عشان تيجي ما تقعديش تتعايري وكده، تشتري هتعملي مثلا الكحك كيلو مثلا، تقولي للراجل حط لي كيلو لوحده، البسكوت كيلو ونص لوحده كده يعني، عشان ما تقعديش تعايري في البيت. يعني ده كيلو ونص موزون. هنحلله على فكره، المصفى دي حلوه قوي في التحليل. هننخله. ايوه بنحلله عادي يعني. انا ما كنتش عارفه ننخله اصلا، كنت عارفه نحلله والله. هو ما فيهوش حاجه. هو ما فيهوش حاجه، ويبقى ما فيهوش يعني كويس يعني نظيف. احط عليه كيس البيكنج باودر وهقلبه مع بعضه، وهلم البسكوت بقى بس كده. سهله. بسم الله الرحمن الرحيم. ذره ملح، ذره سنه يا جماعه، دي سنه وبتطعم الاكل في المخبوزات. الملح اهو حبه صغيرين قوي، مش ذره بس هي مش ذره يعني. احنا بنحكوا عن الذره غلط خالص. احنا بنقول ذره بس هي مش ذره يعني. هنحط الدقيق بقى، بسم الله الرحمن الرحيم. هخلي بس في الاخر قيمه معلقتين كده، في اي حاجه تخلي قيمه معلقتين في الاخر كده، لان الدقيق بيفرق. احتاجهم نحطهم، ما احتاجهمش خلاص، لان الدقيق بيفرق. يعني بيبقى المقدار المقادير مظبوطه، بس في دقيق بيشرب سمنه، في دقيق لا يعني ما بيشربش، فبنحط له اكتر. بايدنا بقى يا جماعه، معلش، الاول بصوابعنا كده، وبعدين هنلمهم. هنشوف هو يحتاج شويه الدقيق دول، بس انا ايه برضو بحب احتاط يعني. وساعه السوا، انا قلت الكلام ده قبل كده كتير، البسكوت والبيتيفور والغريبه ساعه السوا بنسوي واحده بس الاول، كانت مظبوطه خلاص كان بها. فردت معاكي حبه، بتروحي مزوده الدقيق بالمعلقه، يعني معلقه وتشوفي معلقتين كده، عشان زي ما قلت الدقيق بيفرق. انا كده من غير المعلقتين دول ينزل معاكي في المكنه، في القمع اللي عايز يعمله بالقمع. احط انا بقى الشويه الفاضلين، واحتمال يعوز كمان معلقتين، هنشوف كده لحد ما يبقاش بيلزق في ايدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. المعلقتين اللي كنت مخلياهم رشيتهم على ايدي الاول كده، عشان انزل العجين اللي على ايدي، عشان اعرف المهم. طول ما في عجين على ايدي هتحس ان البسكوت ملزق، وهلمهم بقى كده بالراحه. هو العجينه دي بتبقى ناعمه زياده عن البسكوته الثانيه، عشان دي فيها سمنه كتير. دي نص الدقيق سمنه، زي الكحك كده، نص الدقيق سمنه. عشان في ناس بتسالني على نوع الدقيق، تتاكدي ان الدقيق نوعه كويس. انا بجيبه دقيق سايب كده ملهوش، معرفوش اسمه ايه، بس يعني بشوف حد يكون جاب دقيق كويس قبل كده وعمل منه، فبعمل منه. او ممكن تجيبي من عند حلواني، في ناس في حلوانيه بيبيعوا دقيق، والفرن اللي هو بتاع الفينو تجيبي منه الدقيق برده بيبقى كويس، يعني من مكان مضمون. دقيق اللي تقولي له انا عايزه دقيق للحلويات، الكحك والبسكوت والحاجات دي. انا كده خلصت عجين، ونخلي بالنا عشان العجينه دي ناعمه قوي، زي عجينه الغريبه كده، عجينتها ناعمه قوي، فطول ما ايدنا مش ناشفه هتبقى ملزقه. يعني نجيب الايد الناشفه كده ونشوف ملمس العجينه، خلاص كده تمام. وما نزودش دقيق عن اللي انا قلته، الا لو كان معلقتين، في حاله لو لقيتي العجينه طريه قوي، مش اكتر من معلقتين يعني. انا هعمله بقمح بس مش بالمكنه، لان المكنه بتغلب قوي وبتغيظ يعني، وهي كميه قليله مش محتاجه. فالقمع ده على فكره اسمه ايه، نحاس، هو لونه كده، بغسله وبنضفه، هو لونه كده. هي الصواني هدهنها كلها. احنا بنقطع البسكوت كله مره واحده، كله مره واحده، عشان البسكوت ما بياخدش وقت في الفرن. بقمع عادي بالمكنه، اي حاجه. ما نزلش معاكم من المكنه لقيتوه دايب قوي، زودوه معلقتين دقيق برده. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي قربي هنا كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا هعمل كام واحده واسويهم الاول، وزي ما قلت لقيتوا في مشكله بزوده معلقه دقيق.
واجي البسكوت بنسويه على درجه حراره 170 ومش اي فرن يعني انا ممكن اقول 170 يكون 170 عندكم حرارته عاليه، يعني هو على درجه حراره ضعيفه مش متوسطه، اقل من المتوسطه شويه حسب درجه حراره الفرن. ما بولعش عليه الشوايه خالص، بسيبه براحته. ما اقدرش اقول لك بيتحط في الفرن قد ايه لان الافران بتفرق، يعني ممكن عندي يقعد تلت ساعه، عندك انت يقعد نص، عند غيري يقعد اكتر شويه. ما اقدرش اقول قد ايه بالظبط. مجرد ما البسكوته يبقى لونها ذهبي من فوق ومن تحت خلاص. الفرن عندك عمله سواه ولونه حلو من تحت واستوى بس لسه فاتح من فوق، روحي مولعه عليه الشوايه ثواني وعينك عليه عشان ده يتلسع بسرعه. شوفوا شكله حلو ازاي بالقمح. انا قطعت اهو البسكوت كله. نخلي في مسافات كده عشان لو فرد شويه يبقى في كيلو الا ربع الزبده عليه كيلو ونص دقيق، النص بالنص. نص كيلو سكر بودر زائد معلقتين كبار اللي هي معلقتين الاكل يعني. 5 بيض، 1 فانيليا، معلقه بيكنج باودر او كيس بيكنج باودر، كيس فانيليا انا قلته، ومعلقه باودر برتقال. باخد معلقه ومعلقه صغيره نشادر. حراره اقل من المتوسطه حسب الفرن عندك. انا عندي بدخله على 170 حسب عندك. ذهبي كده. نحتاج الشوايه تولعي نص دقيقه الشوايه على الهادي خالص، مش عالي عشان بيتلسع بسرعه. بس كده ممكن ما يحتاجش الشوايه. اهو هو خد معايا في الفرن 25 دقيقه حسب ما ياخد عندك انت بقى. هو لونه افتح شويه من اللي في الصوره. الظهر اهو استوى من هنا وما شاء الله خفيف كده وناعم وجميل قوي. هوريه لكم وطعمه حلو قوي. يعني كسره واحده هنا من جوه اهي دايب بسم الله ما شاء الله وحلو قوي. انا هرصه في كرتونه في علبه كده يعني. بحط الاول كيس تحت، بفرد كيس مطبخ وبحطه كده برص كده. دي رصه كويسه بتحافظ عليه سليم عشان هو ناعم قوي. بفضل بقى لما بكمل والدور الثاني بفرد كيس برده الاول وبعدين احط دور كمان واغطيه بقى. دي افضل رصه للبسكوت عشان ناعم. لو حطيناه عادي كده فوق بعضه هيتقطم وبيتفتفت كده، مبقاش شكله لطيف يعني. بس كده يا جماعه. يا ريت تعملوا لي لايك لو سمحتوا عشان الفيديو يترفع والناس تشوفه، وتشتركوا في قناتي، وتكونوا ان شاء الله كده بتستفيدوا مني يعني. السلام عليكم.